بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. تلونا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتلونا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مع الحلقة الثالثة من كنوز الرمضانية، رمضان شهر البر والإحسان. حبة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أي أن الصدقة تكتب عند الله ب700 صدقة، والله يضاعف لمن يشاء. ربما كانت 700 1400 أو 2800 أو 5600 إلى ما شاء الله. ولذلك ربنا ختم الآية بقوله: والله واسع عليم. ملك الله واسع ليس له حد، عليم بما في القلوب، يعرف من اللي تصدق تكبرا ورياء ومن الذي تصدق من أجل خالق الأرض والسماء. من الذي يعلم ذلك؟ الله، الذي يعلم الجهر وما يخفى، إنه عليم بذات الصدور. من الثلاثة الذين تسعر عليهم النار يوم القيامة: الكريم الجواد، يا رب لقد تصدقت والصدقة كذا وكذا، يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جواد كريم، وقد قيل أخذت ثوابك في الدنيا ليس لك ثواب عندي. فلا نريد أن نكون من هؤلاء. ولذلك الآية الثانية مباشرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يبقى رقم 1 لازم تكون في سبيل الله، في أوجه الخير مش في الشر. ثانيا لا يكون فيها من فخر بالعطاء. خد، مش أنا بدي لك كل يوم، مش أنا لسه بدي لك شنطة الأسبوع اللي فات، مش أنا، يبقى أنت كده بضيع الثواب. مسجد الحج فلان الفلاني، أنا كده ضيعت الثواب. دايما يقول فاعل خير: تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يستحق أن يكون من ال7 الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن نكون منهم. تصدق بصدقة فأخفاها. كان رجل يسير في أرض فلاة فسمع صوتا ينادي على السحاب ويقول لها: اسقي أرض فلان. الرجل تعجب: ما هذا الصوت ومن أين جاء؟ وتتبع السحابة فإذا بها تسقي أرض رجل واحد، سايب الأراضي كلها فاضية وبتروي مين؟ أرض هذا الرجل. فذهب إليه وجد رجلا فلاحا بسيطا، قال له: بالله عليك مسجد. قال: ولماذا؟ قال: أستحلفك بالله، اسمك إيه؟ قال: كذا كذا. قال: لقد سمعت صوتا في السماء ينادي على السحاب ويقول لها: اسقي أرض فلان، وتتبعت ولم أجد أي مطر في أي أرض سوى في أرض. ماذا تفعل؟ احنا عارفين، لأن كان في أخ بيسألنا أول امبارح بيقول لي زكاة الزروع والثمار. هو مأجر الأرض بتاعته وبيطلع له منها مثلا شوالين 3 رز وكده، فيعمل إيه؟ زكاة الزروع والثمار، ولنا إن شاء الله مع الزكاة حلقات كثيرة. بتطلع العشر، يعني لو طلعت طن يطلع 100 كيلو، طلعت 100 كيلو يطلع 10 كيلو. ده العشر ده لو مرويه زي ما احنا بنقول بالراحه، محتاجه مجهود ولا آلاف ولا عمال. انما بقى لو بتاخد تكاليف وآلاف يطلع نص العشر. يعني بدل ما يطلع 100 على الطن يطلع كام؟ 50. بالله عليكم كتير. احنا عارفين قصه الثلاثه اللي ابوهم وصاهم بحق الفقراء والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال لك: واحنا ندي للفقراء ليه؟ ابونا مات خلاص والحي اولى من الميت. احنا نروح بالليل نجمع المحصول، يجوا الفقراء الصبح ما يلاقوش حاجه، نقول لهم ده ما طلعتش السنه دي حاجه. قال: اوسطهم، البعض يفتكر اوسطهم ده يعني اوسطهم في السن، لا، العلماء قالوا اوسطهم ارجحهم عقلا. اللي عنده حكمه قال لهم: بلاش، اسمعوا كلام ابوك يا عم، مالكش دعوه، انت اخرج منها وهي تعمل.
يلا يلا يا جماعه نروح. راحوا ما لقوش ايه؟ حاجه، فاصبحت كالصريم. قعدوا بقى ندموا، واقبل بعضهم على بعض يتلاومون انت السبب، لا انت السبب. طب ما كان من الاول. الراجل ده بقى قال له انا باخد المحصول اقسمه 3، قسم ليا والاهل بيتي، وقسم بعمله تقوى ازرعه مره ثانيه، وقسم بطلعه للفقراء والمساكين. لو مش بيطلع بقى عشر ولا نص العشر، ده بيطلع ايه؟ التلت. علشان كده الخير ايه؟ كتير. بنلاقي الناس الفلاحين الارض واحده، والسقي واحد، والمحصول واحد، والارض دي تطلع 2 طن والارض دي تطلع طن، وممكن اللي بتطلع طن تبقى اكبر من الثانيه. ليه؟ انها البركه، انها الصدقه، يبارك الله فيها. كلما يتصدق الانسان بصدقه ربنا عز وجل يبارك له في ان الله لا يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه، اي مهره، والصغير يبقى فرصه كبيره. ويجد العبد يوم القيامه جبالا من الحسنات، ما هذا يا رب؟ فيقال انها صدقتك نماها ورباها الله لك. طبعا موضوع الصدقه والزكاه طويل، هنفرد له ان شاء الله حلقات. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم